السلام عليكم جميعا، معي سلمان من مملكة البحرين. أهلا وسهلا. طبعا أنا ما يحتاج أتكلم عن الدكتور محسن، أكون أصغر من ذلك. فالعملاق الدكتور أحمد محسن هو عطاء ليس له حدود. أنا اتجاهاتي أكثرها مسرحية رغم كوني مهتم بالسينما. أنا فقط أشيد بالفن العام، فن مسرحي، فن سينمائي، أي فن هو الأم الأساسية لكل الفنون في الوطن العربي، وهو الفن المصري أساسا. يعني ما في فنان تعلم حتى البحرين، وهو أول من صنعت المسرح في الخليج هي مملكة البحرين. هم متخرجون من مصر أتوا إلى مملكة البحرين، إلى دولة البحرين كانت، وصنعوا المسرح عام 1928 من مصر. فأنا أحيي مصر فعلا من قلب صافي لهذه الجمهورية الجميلة والبلد المعطاء. هذه النقطة أعترف بها بكل جوارحي. بس هنا سؤال صغير بين الدكتورين، دكتور محسن والدكتور أشرف. الفرق في السينوغرافيا بين عطاء الإضاءة في الأفلام وعطاء الإضاءة على خشبة المسرح، ماذا يرون في ذلك الموضوع؟ شكرا.